الناس اللي بطلت تدي فلوس للشحاتين عشان هم طبعا ناس ناصحة، والشحاتين دول زي الدبان كده اللي هو الحمد لله نجحوا ان هم يهشوهم واتعمل الموضوع ده دعاية كويسة. الناس دي اللي بطلت تديهم، انت بطلت تديهم ليه؟ هل عملت كده بدافع التدين اللي انت فليستعفف، المفروض يستعفف يعني عشان خاطر يعني هو ده الانسان فعلا اللي محتاج، او عملت كده بدافع النصاحة انت ناصح محدش يضحك عليك؟ ايا كان الدافع بتاعك وراء ان انت بطلت تدي للناس الشحاتين دي، خلينا بس نتفق على حاجه، انت ما ينفعش في كل الاحوال تذلهم وتتعامل معاهم بتكبر. اما السائل فلا تنهر، وده موجود في القران. الشحات سائل فما ينفعش تتعامل معاه بتكبر، ما ينفعش تتعامل معاه اللي هو انت ولا حاجه، او اشوفك ببص الناحيه التانيه. ممكن ما تدوش زي ما انت عايز وزي ما انت فاكر ان انت كده ناصح، كمل، بس ما ينفعش تتعامل معاه باهانه، ما ينفعش تزقه، ما ينفعش تتكلم معاه باسلوب وحش، ما ينفاش هو بيكلمك تقول وشك ناحيه تعمل له كده، ما ينفعش تعمل الحاجات دي، لان هو انسان زيه زيك. محدش يقول لي اصل هو بيحب يذل نفسه ومش عارفه ايه، محدش بيحب الذل. وللاسف لو الشغلانه بتاعته عودته على كده، دي شغلانه زي الزفت، وده اولى ان انت تتعامل معاه برحمه حتى لو مش هتديله حاجه، حتى لو مش هتديله حاجه. ما تعرفش انت ممكن بكره تشتغل الشغلانه دي، مين عارف؟ مين عارف في ظروف البلد الجميله ديت، في الغلاء بتاع التجار الجشعين والاستغلال بتاعهم، انت ممكن تشحت بكره، انت نفسك بتصرخ من الاسعار مش حال شحات. ماشي، انت ايا كان الدافع بتاعك، دافع التدين، بدافع ان انت ناصح، بدافع التدين. احب اقول لك على حاجه مهمه جدا بصرف النظر عن الدعايه اللي حصلت للموضوع، ان محدش يديهم ولا مليم، محدش يديهم ولا تديهم. في التدين في حاجه اسمها مسكين وفي حاجه اسمها سائل، الاتنين مش حاجه واحده. مش شرط يكون السائل اللي هو الشحات مسكين، مش ضروري يكون مسكين، ممكن يكون معاه فلوس، ممكن يكون معاه عمارات، خاصة مع الرحمة الفظيعة اللي احنا بقينا فيها، فممكن يكون من الفلوس اللي احنا بنديها له عمارات، ماشي، فلازم تتحرى، ده مطلوب. اما المسكين هو الشخص فعلا الحقيقي اللي محتاج. القرآن قال لك تتعامل ده كويس وتعامل ده كويس، وتدي لده وتدي لده. بس انت في حالتنا طبعا احنا اكيد هندي المسكين اكتر عشان انا اتحريت عنه واتاكدت ان هو حقيقي محتاج. اما السائل انا ما اعرفش هو محتاج ولا مش محتاج، وانا مش عايز حد يضحك عليا، انا ما يضحكش عليا، بس مع ذلك هديله لانه ليه حق عندك، لان في القران نفسه بيقول لك السائل والمسكين. افتح القران كده واقرا، ايات كتيره بتتكلم في السائل حاجه والمسكين حاجه، فانت في كل حاجه لازم بتدي لده وتدي لده، بس هتدي اكيد المسكين اكتر عشان انت خلاص عرفت ان هو حقيقي محتاج. السائل ممكن هتدي له 10 جنيه 20 جنيه، مش مبلغ، انت عارف ان 10 جنيه و 20 جنيه مش بتدي فلوس، تدي له حته من الاكل، تدي له اكل، تدي له عصير. اهم حاجه انت لازم تدي له دينيا، مش ان انت تقول لا هو والله لو ما طلبش مش عارفه ايه، وتروح تودي فلوسك لجمعيات انت اصلا ما تعرفش الجمعيات دي بتحط فلوسها في ايه، ما تعرفش هي عامله استثمار ازاي، ما حصلش عندها فلوس تعمل دعايه للجمعيات دي. حتى انت شعورك نفسه لما تدي حد مسكين بايدك او تدي سائل بايدك، ده في حد ذاته حته انك ترحم اللي قدامك، ده في حد ذاته ده اصلا كأنه هو اللي اداك حاجه، مش انت اللي اديته. ما تحرمش نفسك من الثواب ده، يعني حاول، ده طلعت بره الموضوع شويه، بس حاول انت تدي بنفسك، سواء مسكين انت خلاص تحريت عنه ورحت بقى خلاص عرفت بيته ان هو غلبان وكده، بتدي بنفسك، بلاش تدي الحاجه دي للجمعيات، ده ما تعرفش بتحط فلوسهم فين، وخلاص الموضوع بقى كتير فبقى استثمار حلو قوي يعني. ما تحرمش نفسك من الشعور ده، وانت تشوف حد اقل منك فتحمد ربنا على اللي انت فيه. ربنا بيقول لك تدي ليه عشان تفتكر نعم ربنا، بدل ما انت بطلت تعمل العاده دي بترمي في اي حاجه في اي جمعيه، انت مش حاسس اصلا ان في حد غلبان اقل منك، لازم تشوف بعينك. فتلاقي في المسكين، بتكلم هنا عن المسكين، لازم تدي بنفسك، ما تروحش تدي الحاجه الجمعيه. الموضوع بقى كتير قوي موضوع الجمعيات ده، ففكر فيه، فكر ازاي الموضوع كتر وليه بقى كتير كده وليه بقى عاملين له دعايه. ماشي، ده المسكين. السائل زي ما احنا قلنا، طيب ده خلاص ده دينيا، يبقى اذا المسكين حاجه والسائل حاجه ثانيه. ده المفروض بديله، ده المفروض بديله، السائل المفروض بديله اقل عشان خاطر انا ما اعرفش، يعني حسب انت شعورك، انت حاسس ان هو غلبان فعلا ممكن تديله اكتر، اللي هو تديله مثلا 200 جنيه ولا حاجه، بس طبعا ده عمره ما يحصل، انت مش عارف هو حالته، هو بجد مجمع الفلوس دي منين، ممكن يكون عامل عمارات وعقارات ما حصلتش يعني. فهديله اقل حاجه، اقل حاجه 10 جنيه 20 جنيه، اكيد مش هتديله اي حاجه جنيه، بلاش عشان خاطر ما ايه
بس لو انت خلاص هتموت كده والدنيا ضايعه معاك خالص ماشي ممكن جنيه، بس انت اتعامل مع الناس دي مسكين ولا سائل، اتعامل معاهم وفقا لظروف الحياه اللي انت فيها. ما تعاملش، ما كنتش احنا في سنه مثلا 2025 ولا 2026 وانت بتتعامل معاهم بالجنيه بتاع سنه 2010 ولا ب 2005. دي مش فلوس اصلا. ماشي، يعني زي ما انت بالنسبه لك دي مش فلوس، بالنسبه له مش فلوس برضه. فتعامل وفقا المعيشه الحاليه للسنه اللي احنا فيها، مش لاي حاجه. بس السائل لازم هتديله ايا كان شكل اللي انت هتديهوله، لازم هتديله. ما ينفعش سائل ما تدوش. شوف انت هتديله ازاي بقى. ماشي، ده دينيا. لو مسكين هتديله اكتر، لكن هو لو سائل انت حيران. تمام، خلصنا الحته دي. ماشي، ده بالنسبه للجزء بتاع التدين. بالنسبه للجزء بتاع الاستخسار. قبل صح ما اخش على الجزء بتاع الاستخسار ده او النصاحه، يعني انت ناصح محدش يضحك عليك. بالنسبه للجزء بتاع الدافع اللي خلى الموضوع ده بقى منتشر اكتر، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. ليه الموضوع بقى منتشر؟ احنا كنا زمان بندي للسائل على طول، واي حد شحات بنديله حتى لو ابسط حاجه. يعني احنا من زمان اصلا متعودين موضوع ان احنا ندي شحات. ما كناش بندي للشحات اصلا فلوس كتيره، يعني كنا دايما بنديله مثلا مبلغ بسيط. بس الفكره ما بنخلوش يتذل قدامنا. يعني كانت عاداتنا الحمد لله المصريه الجميله، ما كناش بنخلي الشحات يتذل قدامنا. ايه سر الدعايه دي؟ سر الدعايه دي ان ما شاء الله ان معظم الفلاحين والشحاتين، او مش هقول الشحاتين دي، مش قصدي شحات بيمارس الشحاته، قصدي الشحاتين دول اللي هو الناس المحدثه. الناس المحدثه زادت قوي. فالحمد لله بقت الفلوس باينه عليهم دلوقتي. اللي هم جابوها من تحت خالص، اللي هم يعني كانوا قاعدين تحت الجاموسه. الناس دي كانوا فقراء. ففي الوقت ده كانوا الحمد لله بيحبوا. كانت رايجه اول الحديث بتاع ايه؟ الفقراء يدخلون الجنه واصلهم اغنياء ومش حاسين بحد، واصلهم الاغنياء مش عارفه. فكان حتى كمان السينما المصريه كانت برضه بتكلمك على قد ايه الفقير دوت هو عايش باخلاقه ومبادئه وبتدينه، والغني ده راجل مفتري ومش عارفه عامل ازاي. يعني حتى للاسف المسلسلات المصريه والدراما المصريه ما كانتش اللي كانت لا تخلو من هذا التعاطف قوي مع الفقير زياده عن اللزوم، وان يطلع عنده اخلاق اللي هو ما حصلش. فالناس دي خلاص اختنت وبقى خلاص بقى في ايديهم الدعايه، وبقى في ايديهم اللجان، وبقى في ايديهم الحاجات دي كلها. فما تصدعنيش. خلاص انا بقى معايا فلوس دلوقتي، انا مش هديك. انت لو عايز فعلا فلوس، انا احس بيك. ربنا قال ان انت الناس دي ما بتطلبش. الناس اللي فعلا بتبقى محتاجه ما بتطلبش. هو ربنا اللي قال وانا اللي قلت. فطبعا مجرد اول ما حد يقول لك ربنا اللي قال هو انا اللي قلت، هو دي آية كريمة وانا اللي قلت، طبعا ايه هو انت كده اشتريت على طول. فهو مش عايز اكتر من كده. عشان كده الموضوع ده انتشر. وطبعا لجانهم قوية. فخلاص يعني حتى احنا اصلا بالفعل السائلين كنا ما بنديهمش مبلغ كبير، كنا بنديهم حاجة بسيطة. عشان طلع كلام اللي هو ايه، لا الناس ديت معاها عمارات ومعاها عقارات ومعاها مش عارفة ايه. فمن هنا جت الايه، جت الثغرة. خلاص الحمد لله الناس اختنت الجاموسة. الحمد لله بقى عندهم بقى مش جاموسة بقى، عندهم حاجات بالهبل. فخلاص مش عايزين حد يطلب منهم حاجة، فبيستخدموا الدين ده تبرير لنفسهم، وبالتالي دعاية برضو للناس برضو اللي هي بتحب تشتري الكلام ده و... وبتحبش حد طبعا يضحك عليهم. وطبعا في نفس الوقت يكون ضميرهم مرتاح. وهيبدلوا بقى الموضوع ده بإيه؟ ادفع زكاة بقى، ادفع لجمعيات، ادفع مش عارفة ايه. أه... وأكد برضو ان انت تدي فلوس بإيدك عشان تفتكر انت ربنا كرمك ازاي. هيفرق قوي الموضوع ده. عشان كده ربنا بيطلب مننا ندي فلوس للناس دي، عشان انت تحس قد ايه ربنا كرمك. وربنا مكرم عباده كلهم. حتى لو حد للاسف بقت شغلانته ان هو يذل نفسه عشان يكسب فلوس، انت لازم تكرم عباده. ده مطلوب منك. ده مطلوب منك. ما ينفعش تنهم، ما ينفعش تعاملهم معامله وحشه، ما ينفعش تعاملهم بتكبر. يعني احذر قوي من الحكايه دي. للاسف طبعا كلهم محتاجينك، مش هيقولوا لك انت بتعاملني وحش ولا حلو، للاسف. سواء حد مسكين بتديله متعود تديله، او حد شحات بيطلب منك فلوس. تمام. بالنسبه طبعا ده الجزء التدين. بالنسبه لجزء الاستخسار والنصاحه والذكاء، انت محدش يضحك عليك. وعلى فكره الناس دي عندها عمارات. اولا الناس دي لو كان عندها عمارات زمان، من الرحمه بتاعت الناس دلوقتي، انا هحب اطمنك ان اكيد خسروا كل فلوسهم. لان الناس الحمد لله زي ما انت شايف كده وانت نفسك بتعاني من الموضوع ده، ما عادش عندهم رحمه. احنا ما عادش عندنا رحمه ببعض. فما تقلقش، يعني ما تراهنش على حاجه مش موجوده. هما بيتاجروا يعني رحمه الناس دي كانت موجوده مثلا زمان في السبعينات والثمانينات والستينات، في الوقت القديم اللي هو الناس اللي هو بيقول لك ايه، مش هسيب جاري ده من غير عشاء، هسال على جاري. انت ممكن يكون جارك اصلا نفسه هو بيشحت وانت ما تعرفش. ممكن تكون جارتك بتشحت ولابسه نقاب وانت ما تعرفيش. فبلاش حته تراهن على الموضوع اللي هو الناس عندها رحمه، فهم بيتاجروا بيستغلوا طيبه الناس. ما عادش حد طيب وانت عارف كده. فاذا تجاره الموضوع ده اللي قايمه على الناس تبقى طيبه او عندها رحمه، ده ما عادش موجود.
تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لموضوع